السلام عليكم، كي دايرين لاباس، كي دايرين مع الصحة، كلشي على خير. كنتمنىكم يا ربي تكونوا في أحسن حال وفي صحة جيدة بإذن الله تعالى. اليوم جيت نقدّم معاكم واحد البسطيلات اللي كيجيو زوينين، بعجينة من السما، كيجيو ولا أروع، مقرمشين غزلان وبطريقة إن شاء الله سهلة، كيجيو ولا أروع، يعني تحتاجوهم في المناسبات وبالأخص إن شاء الله في هاد الشهر الفضيل. أنا هاد الطريقة هادي مُعتمدة عندي. غادي تستغناو على ورقة ديال البسطيلة نعم إن شاء الله. بالنسبة للمقادير ديال العجين، خديت نص كيلو ديال الطحين، الخل معلقة صغيرة د الخل، الملحة على حسب الذوق يعني ما تكتروش الملحة بزاف. كنعجنوه بالماء من الروبيني كما كتشوفوا، ولكن الدقيق يكون من النوع الممتاز. بالنسبة للعجين ما يكونش خفيف، يكون قاصح شوية باش ما تقطعش معكم العجينة، وتلعبوا فيها كيما بغيتو. من بعد ما عجنت عجينتي هذا هو القوام المطلوب، كنغطيها ونخليها تاخد راحتها. وكندوزو المقادير إن شاء الله ديال البسطيلة. درت أنا واحد 4 ديال البصلات متوسطين مشلضين، درت الدجاجة غسلتها بالحامض وفركتها مزيان ونقيتها، وحيدت لها من طبيعة الحال الجلدة ديالها، درت معلقة نص معلقة د البزار، درت الخرقوم البلدي، معلقة ديال التوابل ديال الدجاج، 2 ضمّات ديال الزعفران، إلا كان عندكم الزعفران الحُر من الأحسن، ما ديروهاش ديروا الزعفران الحُر، درت معلقة ديال السكينجبير، درت مليحة، عويدات ديال القرفة، زيت المائدة وزيت الزيتون، تقريبًا واحد الكاس أولا كاس إلا ربع مخلّط، لأن علاش بالنسبة لهاد اليدام غادي نقول لكم إن شاء الله شنو غادي ندير به. درت معلقة ديال السمن الحار، ضريسات 2 حتى ل3 ديال التومة. من طبيعة الحال التومة محكوكة، كنشرمل هاد الشي مزيان، يعني غير كندخّل فيه العناصر أو التوابل اللي ذكرت مزيان، وغادي نمشيو نطيبوها مباشرة. ماذا بيكم ما تكتروش الماء بزاف باش الدجاج كيجي شوفوا يعني هاداك التشحيرة طلقت الماء ديالها، البصيلة طلقت الماء ديالها، وكنضيف واحد تقريبًا نص زلافة ديال القزبر معدنوس، كمية لا بأس بها. وغادي نضيف واحد نص كاس د الماء باش غنطيب هاد الشي كامل ونخليه على عافية مهيلة. الدجاج راه من طبيعة الحال كيطيب في ساع. شوفوا ضفت يعني واحد الكمية ديال الماء قليل، خديت تقريبا واحد 125 غرام ديال اللوز وسلقته وقشرته ودرته في الفران يتحمر. هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما طاب، حيدته وغادي ندوز المرق اللي هو غادي نضيف عليه الماء زهر ونخلّيه يتشحّر مزيان حتى وكان يوقف الليدام ديالو. وهذاك الليدام قُلت لكم إن شاء الله مفاجأة باش غادي نديرو به بسيطلات، شفتوا يعني وقف الليدام ديالو. وكنصفّيوه من طبيعة الحال، كناخدو الصفاية وغادي نصفّيوه. يعني صدقوني هاد الطريقة هادي ولا أروع بالنسبة ليا. أنا ما كنديرش لا البسطيلة كبيرة ولا صغيرة، ما كنديرش البيض وما كنديرش الحلاوة. الحلاوة كنديرها من الفوق وكتجي واحد يعني واحد المذاق رائع. وهاد الزويتة هادي أولا هاد الليدام اللي منسّم بالزر وكنزيدو عليه واحد شوية ديال الزيت، ماذا بيكم ما تزيدوش كاع الزيت لأن أنايا زادت ليا الليدام زاد ليا بزاف. وكناخدو العجين من طبيعة الحال اللي هو كنكوّروه يعني تكويرة صغيورة على حجم بيضة. ليدام بطبيعة الحال من بعد ما نسمناه بالزهر كيعطيني واحد الخدمة في الرغيف غزال، غزالة، غزالة. بالنسبة للكويرات على حجم بيضة، كيكونوا صغيورين باش ما كيجيوناش البسيطلات مدقّسين وتقال غير بالعجينة. من بعد ما طلقوا يعني ترخفوا ليا مزيان كنشدهم نخدمهم بديك الزويته اللي منسمه بالمرق ديال الدجاج وبالما زهر بها باش كنطلق انا الرغيفات ديالي. ما كندير لا زبده ولا والو. كما قلت لكم الحشوه انا ما كنديرش فيها البيض وما كنديرش فيها العسل اولا السكر. بالنسبه للبسطيله كبيره من طبيعه الحال نتوما غادي تزيدوا الكميه ديال البصله
يعني غادي تدوبلوها اولا دوبلوها على 3 ديال المرات، يعني حتى الكيلو ونص ديال البصلة الا بغيتو بهاد الطريقة هادي. ولكن بهاد الطريقة هادي وبحجم كبير. كنطلقوا الرغيفات دياولها يعني يكونوا رقاق، وكنطويو بطبيعة الحال الطوية ديال الرغيفات اللي كنديرو ديما. واحد الدهينة خفيفة بداك المنسم ديال المرق ديال الدجاج، يعني هذاك الليدام هو باش خدمنا الرغيفات ديالنا. هذا هو الجديد إن شاء الله. ومن بعد ما خليناها ترتاح واحد شوية وما شاء الله راه زادت ليا ليدام وطيبت وزادت ليا ليدام ودرتو لحاجة أخرى. كناخذ واحد الطبيصيل كندير فيه جوج، أنا ضفت جوج، نتوما ضيفوا 3. كنضيف واحد الكمية ديال الدجاج ديال البصلة. أنا راه منين طفيت الكاميرا يعني زدت بانت ليا داك الشيء قليل، زدت اللوز وزدت البصلة وزدت عاوتاني الدجاج، وخديت هذاك ليدام باش اللي زاد ليا هو باش غادي نعلّك هذيك التعليكة اللي كتجيني من الفوق. حتى بالنسبة للبسطيلة الكبيرة هذه هي خدمتي كنديرها أنا، كتجي ولا أروع. من طبيعة الحال داك القريفات العواد حيدوهم، كنطلق المسيمنات دياولي أولا الرغيفات يعني نطرقوهم من الجناب باش ما يجيكمش مدقصين. كناخد الطاجين يعني أي إطار عندكم يكون بحال هذا الشكل هذا غارق شوية، كناخدو وكنحطو في الطاجين بعد ما دهناه. بالنسبة لهاد الأولى هادي وريتكم لأن غلطت فيها، هي خصكم ديروا داك العجين، الخليط اللي خلطته ب3 ديال الحويجات هو اللي كيجي في الوجه ديال البسطيلة، باش ملي كتعضوا ديك البسطيلة كتجيكم معلكة، ما كتجيكمش دايرة حرشة من الداخل، كتجي ولا أروع، كتجي معلكة وزوينة. وكنجمعوها على هاد الشكل، يعني كنضيف العناصر كلها اللي كاينة عندي وكنعطيها شكلها النهائي الدائري. الفران ما يكونش مجهد بزاف. أنا خدات مني تقريبا واحد الساعة ونص ديال الطياب، لأن خليتها على عافية مهيلة والفران ديالي ديال الضو، كل واحد والفران ديالو. المهم أهم حاجة أن طيب على شكل خفيف على عافية مهيلة. صافي هذا هو المزيج اللي قلت لكم الأول اللي خصكم ديروه، الأول اللي غلطت فيها وسبحان الله وفعلا جات مختلف على الآخرين حتى في الطريقة ديال الماكلة. درت الدجاج، الخليط الأول درت الدجاج، درت البصيلة واللوز وغادي نجمعوها على هاد الشكيلات هادو ونعطيوها شكلها النهائي اللي هو شكل دائري. صافي وننظموها ونتولوها ونحطوها في الطاوة اللي غادي نطيبوا فيها. غادي نعاود معاكم ان شاء الله واحد اخرين باش تعرفوا يعني باش الطريقه تدخل بالنسبه للمبتدئين، اما ما شاء الله بالنسبه للناس اللي كتعرف راه كتفنن في البسطيله. درت الخليط اللي هو يا خلطته المره الاولى ب3 ديال العناصر. كنضيف الدجاج اللي هو قطعته بالموس صغيور محيده ليه العظام، كنضيف اللوز، كنضيف من الفوق داك البصله اللي هي معلكه وزوينه. اما بالنسبه للناس اللي كتبغي الحلاوه داك البصيله زيدوا فيها العسل وعسلوها مزيان. بالنسبه ليا انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف وصدقوني كتجي زوينه لان مازال غادي نخدموها بالعسل. صافي هذا هو شكلاتهم النهائيين. كنطيبهم في الفران كما قلت لكم. اهم حاجه تكون العافيه ما تكونش يعني مجهده، تكون خفيفه باش كيجيو مقرمشين وكياخذوا حقهم من الطياب، وهذيك الزويته كتعطيهم واحد القرمشه وكتعطيهم واحد اللون اللي هو زوين زوين، يعني تاكلوهم بلا ما بلا ما تذوقوهم. هادو درتهم على شكل السيجار. درت الخليط الاول، درت اللوز، درت الدجاج ودرت هذيك البصيله من الفوق وكندهنها من طبيعه الحال بداك الليدام اللي هي منسمه بالماء زهر وبالتوابل، وكنخدموها على شكل سيجار كما كتشوفوا على الشكل هذا.
بالنسبة للسيجار أنا درت غير حاجة قليلة، أما بسطيلة دائرية هي اللي درت ما شاء الله كمية لا بأس بها، وديك الزويترة من السما هي اللي كندهنوا بها البسيطلات ديالنا. صدقوني يعني راه ما نقولكمش واخا نقول لكم خصكم تجربوهم باش تعرفوني علاش كنهضر. جربوها بالمانيرة ديالي أو بهاد الطريقة هادي اللي هي كتجي بنينة بزاف من غير البسطيلات اللي كديروا ديما، يعني أهم حاجة حنا عندنا هي اللذة، اللذة حاضرة بقوة في هاد البسطيلات هادو. كندهنهم مزيان غير بداك الزويته ما كاين لا زبدة لا والو، شوفوا جات محمرة ومقرمشة ما شاء الله. وغادي نزيدو نمشيو دابا يا للتزيين، غادي ندهنهم بالعسل كما قلت لكم، مازال غنزوقهم إن شاء الله. غادي تشوفوا علاش أنا ما درتش الحلاوة بزاف لداخل. غادي نزوقهم بالعسل. علاش أنا كندهن الجناب؟ لأن الجناب غادي نهز فيهم اللوز باش اللوز يلصق. خديت واحد الشريط ديال يعني الورق الغذائي وقطعته على هاد الشكل هذا، هو باش غادي نزوّق بالسطيلة ديالي، وكنشد السكر كلاصي وكنزوّقها على هاد الشكل هذا، كتعطيني واحد المنظر اللي هو زوين ومنظم ومتيحف ورومي ومتيول. المنيضر كيف جا ولا أروع. كناخد هادوك الجنيبات كنغطسهم في اللوز اللي هويا خليت منه شوية باش نزوّق به البسطيلة ديالي. تقدروا ديروا اللوز أو تقدروا ديروا حتى الكاوكاو، ماشي يعني كيبقى الاختيار ليكم. حتى بسطيلات بالكاوكاو تيجيو ولا أروع. صافي كنستمر أنا بحال هكا حتى وكنكمل، وهذا هو شكلها النهائي. شوفوا يعني شوفوا الطريقة جاتني زوينة بزاف، واللمعان ديال العسل مع داك السكر كلاصي، ودرت لها قريفة من الجناب. وكنتمنى إن شاء الله هاد الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو قادم. وشكرا على الناس اللي دخلوا عندي جداد، شكرا شكرا على التعليقات الزوينين، وكنتمنى من قلبي تبارطاجيو لي القناة ديالي، وشكرا.